Hi everybody, how are you? اهلا بكم من جديد متابعين قناة ميس انجليزي. معادنا النهاردة مع مراجعة على verb to be in the past، يعني هنراجع على verb to be في زمن الماضي من كتاب ستيب اهيد جريد 4 رابعة ابتدائي. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا دعمنا باشتراك وما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. طبعا كلنا عارفين verb to be في زمن المضارع بيتكون من am is are. am is are. طب احنا النهارده مش عايزين زمن المضارع، احنا عايزين am و is و are in the past او في زمن الماضي. طبعا am معناها اكون، is معناها يكون، are دي بتاعت الجمع معناها يكونوا. عايزه احولهم لزمن الماضي. am الماضي بتاعها was يعني كان، is الماضي بتاعها برضو was، يبقى am و is الماضي بتاعهم was كان أو كنت. إنما are الماضي بتاعها were، يعني were يعني كانوا. يبقى verb to be في زمن المضارع بيكون من am is are. طب verb to be في زمن الماضي بيكون من was or were، يا إما was يا إما were. طب إيه الضمائر إيه البروناونز اللي بتيجي مع was؟ I he she it. وأي اسم singular، يعني إيه singular noun؟ يعني اسم مفرد. I was أنا كنت، he was هو كان، she was هي كانت، it was يعني لغير العاقل. طب بالنسبة لوير ايه البروناونز أو ايه الضمائر اللي بتيجي مع وير؟ you were. you معناها أنت أو أنتم. طبعا you were ده كده في زمن الماضي. we were نحن كنا. they were يعني هم كانوا. طبعا were لازم يجي معاها plural noun أو اسم جمع. طب يلا نحل الأسئلة على was were. طب السؤال الأول بيقول my friends and I. طبعا my friends and I دول كده أنا وأصدقائي نعتبر plural. جمع very happy. إيه اللي ممكن يجي مع الجمع هنا؟ is am was were. طبعا اللي بيجي مع البلورال الجمع هو were. طب إيه كمان؟ Tom scary in the last play. طبعا هتقول توم is or was. طبعا طالما في كلمات في keywords او كلمات دالة على زمن الماضي زي ايه؟ زي last، زي yesterday، زي ago، زي in the past. دي keywords كلمات بتدل على زمن الماضي. طالما last دي موجودة يبقى انت تختار يا اما was or were. طب توم ده اسم singular يعني اسم مفرد، فهتقول توم was. توم كان. she in the zoo last weekend. طبعا last من keywords او من الكلمات اللي بتدل على زمن الماضي، فطبعا لازم اختار معاها verb to be in the past. verb to be في زمن الماضي. she بيجي معاها she was. طب number 4 the party يعني الحفلة. ده كده اسم singular اسم مفرد. طب المفرد بيجي معاه يا اما is في المضارع يا اما was في الماضي. طب تعالى كده نشوف الزمن. the party الحفلة fun last night. طبعا last من الكلمات او من الكيوردز اللي بتدل على زمن الماضي، عشان كده انا اقول the party was الحفلة كانت. طب number 5 they. احنا عارفين ان they بيجي معاها يا اما weren't يا اما were، يعني ممكن نستخدمها نيجاتيف نفي نحط لها not، were نحط لها not عشان تبقى نيجاتيف او نفي، او نخليها عادي جملة مثبتة بwere. they wet يعني مبللين. it was raining كانت الدنيا بتمطر او كانت المطرة تمطر. طبعا يبقى they were wet هم كانوا مبللين. طب number 6 علا and او هبة and علا. هبة and علا دول plural noun او اسم جمع. طبعا هيجي معاهم يا اما are في المضارع يا اما were في الماضي. طب هنشوف زمن الجملة. at the park last Friday. ادي last من الكيوردز كلمات بتدل على زمن الماضي، يبقى انا هقول هبة and علا were. تمام. number 7 I طبعا كلنا عارفين كله هيقول لي I يجي معها am.
طب ما احنا لازم نشوف الاول زمان الجملة. زمن الجملة فيه yesterday، يعني yesterday يعني امس، امبارح، ماضي. يبقى I بيجي معاها was اهو، اخدناه هنا اهو في التكوينة. I was، انا كنت. طب نمبر 8، ماجدة. ماجدة طبعا ده اسم singular، اسم مفرد. ماجدة she يا اما she is يا اما she was. طب احنا هنحدد زمن الجملة. لو الجملة مضارع تبقى she is، لو الجملة ماضي يبقى she was او ماجدة was. طب ماجدة at home with her family، في البيت مع عائلتها. طبعا ما فيش حاجة هنا بتدل على زمن الماضي، فهتقول ماجدة is at home with her family. طب السؤال اللي بعد كده it، طبعا كله هيقول لي ميس it is، it او is هتبقى في المضارع او it was في الماضي. طب احنا برضو هنشوف زمن الجملة فيها yesterday، يعني yesterday يعني امس او امبارح، يبقى it هيجي معاها was. طب we بيجي معاها we يا اما we were او we weren't، جملة مثبتة بوير او weren't جملة نيجاتيف نفي. طب we were ولا we weren't sad؟ we were happy، كنا سعداء. طالما كنا سعداء يعني ما كناش زعلانين، يبقى we weren't sad، نحن او ما كناش زعلانين. we were happy، كنا سعداء.